مساء النور، مرحبا بكم في القناة ديالي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا فيديو اليوم. حبيت نشارك معكم فكرة تزيين كيكة عيد ميلاد للأطفال، طريقة بسيطة جدا متواضعة. لمحبي الحيوانات عملنا اليوم وجه الأسد ملك الغابة. إذا إلا حبيتوا تعرفوا كيفاش عملتها تابعوا معايا للأخير. ما تنسونيش لايك للفيديو، اشتراك في القناة إذا كنتم ماشي مشتركين، وزيدوا فعلوا لنا الجرس الصغير باش يوصلكم كل جديد من عندي. وانا بلا ما نطول عليكم خلونا نبداو في فيديو اليوم. بسم الله. الان نبداو في تشكيل وجه الاسد ديالنا. خديت عجينه السكر في اللون الابيض، راني نخدم فيها بيدي باش تطرالي وتجيني سهله كي نحلها كما كنتوا تشوفوا. عفوا هنا زغدتكم كامل. هكذا حليتها على سمك 1.5 إلى 2. كان شويه خشين السمك، الا حبيتوها رقيقه على هكا ممكن ترقوها. درت شكل القلب اللي راح يكون الفم، ودائرتين هما العينين. راح نسقم هنا الدائرتين تاعي كما راكم تشوفوا، ما مش مسقمين مليح. راح ندورهم غير بيدي هكا، نسقم لهم الحواف تاعهم باش يجوا شابين. وكنت عملت دائرتين في اللون الاسود صغار على هادوما باش يجوا في ماشي سواسوا في الوسط الا كنتوا تشوفوا، رايحين شويه للجنب كما راكم تشوفوا. وعملت دائرتين صغار حطيتهم من الفوق كذلك من جهه الجنب كي الا كنتوا تشوفوا، ماشي في الوسط. ونكونوا كملنا العينين تاعنا. ننتقلوا للفم الان. عملت مثلث في اللون الأسود وحطيته هكا من الفوق، سقمته شويه بيدي باش نحيت له هذوك الحواف الحاده. وعملت دوائر صغيره راح نعمل، لكن هاد الدائره تكون كبيره اللي جايه من الفوق، اما الدائرتين اللي يجوا من تحت يكونوا شويه صغار عليها الا راكم تشوفوا. راح نديروهم من الجانبين هكذا يجوا شابين كما راكم تشوفوا. وراح نزيد ندير الان شلاغم تاع الاسد كما يسموهم الشلاغم. طريقه جد سهله، نظن انه الفيديو واضح كما راكم تشوفوا. رقوهم شويه فقط باش يجوا شابين، ونزيدوا له الحاجبين من الفوق، ونخليهم ينشفوا. الوقت اللي نروح انا يعني نزين الكيكه تاعي يكونوا هما نشفوا لنا. الان بالنسبه للجينواز اليوم مانيش راح نشاركها معكم لاني سبق لي وشاركتها معكم. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اللي يهمه الامر تجي بزاف خفيفه كما راكم تشوفوا، يعني وصفه ولا اروع. هنا جينواز تاعي قسمتها على 4 ونشمخها يعني بالشربات اللي هو عبارة عن نص كاس سكر وكاس ماء. نخليهم يغلوا 10 دقائق ونطفي عليهم. هنا عندي الفواكه اللي حبيته. أنا درت الفراولة، درت الأناناس، ودرت الموز، وزدت ضفت لا كريم شونتيي. ونخلط حتى ينسجم لنا الخليط مليح، ونروح نعمر الكيكة تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا هنايا. نحاول نعمرها مليح وما ننساش الجوانب كذلك. هنا نسيت باش نقول لكم بلي الشربات تاعكم كي تطفوا عليها ضيفوا لها الفانيلا باش تجي ريحتها مليحه. هكذا راني راح نكمل الطبقات ديالي كامل. قلت لكم قسمت الجينواز على 4. في كل مره نحط طبقه نحط لها الشربات، نزيد نحط لها الفاكهه تاعي. الفاكهه كيما حبيتوا ديروا اللي كان متوفر عندكم، ما بلا ما تنسوا كذلك كيما قلت لكم الجوانب. هكذا راكي ديريها هكا ما شاء الله في الدار، توجديها لوليداتك بيديك على بالك واش حطيتي فيها. تكون نقيه يعني ما شاء الله، يفرحوا بها صراحه اكثر على بالكم، احسن من اللي تشروها من برا، خصوصا كي تعملي لهم هكا شكل يعني تاع شكل اللي يحبوه مثلا. حتى ولو كان الشكل كيما راكم تشوفوا هذا بسيط جدا، لكن ما في احسن من البساطه. المهم نفرحوا اوليداتنا. بالنسبه لهاد الكريمه سبق لي وشاركتها معكم، كريمه جد سهله. فيها 3 مكونات فقط. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي يهمها الامر، ولا ممكن ديروا كريمه الشونتي عاديه يعني كذلك تجي مليحه. هنا ضفت الملون الاصفر، ضيفوا القليل حتى وين تتحصلوا على اللون اللي راكم حابينه نتوما. نضيف القليل كما قلت لكم في كل مره هكذا. كي نتحصل على اللون اللي حابه نضيفه فوق الكيك ديالي. هنا راه يبان مازال فيه الابيض، لكن دوك يتجانس اللون تاعي ويولي كامل اصفر بعد ما نحطو في الكيكه تاعي ونسقمو. ماشي لازم تسقموا الوجه تاعها يعني مليح مليح، لانه راكو حتحطوا هذاك الوجه اللي خدمناه بعجينه السكر هاوليك هاو نشف لي. راح نحطوه من الفوق يعني مش راح تبان بزاف الشكل ديالها يعني ما يهمش. وحنزيدو نديرو الشعر تاع الاسد ديالنا، فماش راح تبان بزاف، ما يهمكمش الامر بزاف. حطوهم غير بالعقل هكذا، حاولوا تحطوهم في الوسط. وراح نزيد الحاجبين هكذا. حاولوا انكم تحطوهم غير بالعقل باش يجي الشكل تاعهم شباب ويجوا في المكان المناسب طبعا. نتمنى عن جد تعجبكم الفكره، جربوها لولادكم وهما تاني تعجبهم، لما لا ان شاء الله. ننتقلوا الان لشعر الاسد. خديت اون بوشادو فيها هذا الراس اللي كنت تشوفوا فيه تقابي صغار صغار بزاف.
عمرتها بنفس الكريمة لكن في اللون البني، ونبدا ندير الشعر ديالو هكا على الحواف، ندير على الحواف توتوتوخ كامل، من بعد نزيد ندير من الفوق. لكن هنا إلا كنتو تشوفوا درت غلطة، عمرت لابوشادوي تاعي بزاف، لهذا كي جيت نخرجو جاني صعيب باش يخرجوا لانهم تقابي صغار بزاف. فنتوما ما تعمروهاش، ديروا بشويه باش هكا شوفوا كيف رغد كيفاش ولا يخرج بسهوله. فما ديروش الغلطه اللي درتها انا، عمروا شويه وكي تحتاجوا زيدوا ضيفوا لابوشادوي تاعكم. هنا بعد ما كملت الحواف راح نزيد ندير من الفوق كما راكم تشوفوا باش يجي شعر تاعو كثيف. طبعا الاسد عنده شعر الله يبارك معمر. فراح نزيد ندير كامل الدورة الثانية، يعني درت الأولى راح نزيد الثانية نعمرها مليح. وكذلك راح ضفت هنا الجوانب، زعما طايح شعره اللي بالا، هنا ضفت كذلك في الجوانب، عمرت كامل الكيكة تاعي باش تجي شابة. هنا كذلك ممكن نضيفوا، الصراحة أنا نسيت والله غير نسيت أني نضيف له الأذنين، كنت راح نخدمهم بعجينة السكر في اللون الأصفر ونحطهم من الفوق فوق شعر الأسد يجوا شابين. للأسف نسيت، ممكن تضيفوهم ممكن تخلوهم هكا يعني سامبل معليش، كذلك جات مليحة وصراحة جات بزاف بنينة وخفيفة. كما قلت لكم راح نخلي لكم وصفة الجنواز في صندوق الوصف اللي همها الأمر. كانت هذه فكرتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسونيش لايك الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. لما لا شاركوها مع الأصحاب والأحباب والأقارب باش تكبر لمتنا إن شاء الله. وأنا معني نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في الوصفة الجاية إن شاء الله. سلام.